اخواتي الاهلي كسب سيراميكا 1-0 برأسية بصراحه جامده جدا من طاهر محمد طاهر. بس انا عندي سؤال بسيط، هو طقم البوكسرات اللي ورا ده بيعمل ايه؟ اصل بص، اشرف داري واحمد بيكهام لما يكونوا موجودين في دفاعك اعرف كان ده مش طقم دفاع، ده طقم حلل، طقم كوبايات، يعني جهاز عروسه. يعني مثلا صديق جولا اللي هو بتاع سيراميكا يدي الوان لمروان اوتاكا وعايز يجري عشان ياخد التو، اشرف داري عينه على الكوره وبيكهام عينه على الكوره وانا عيني على الكوره. طب مين هيجري مع جولا؟ طيب مين هيحل في القصه دي؟ محمد شريف يا اسطى، هو انت عايز تحط اللوب في محمد بسام اللي هو بسم الله ما شاء الله يعني طوله كسر ال 4 متر؟ يعني انت اصلا شفت لما انت حطيت اللوب محمد بسام عملها ازاي؟ هو ما نطش او ما شبش، هو اصلا ما فردش ايده للاخر، فاهم؟ عملها كده بكل بساطه. وغير كل ده بقى انا مش عارف ليه يا جدعان دايما كابتن علي ماهر وبالذات يعني سيراميكا كليوباترا دايما منحوسه مع الاهلي، ولا هو الاهلي هو اللي حظه عالي عليهم ولا انا مش عارف. لكن في المجمل الاهلي بيكسب سيراميكا 1-0، وكده كده اصلا كلنا عارفين في الاول في الاخر سيراميكا هو اللي هياخدها، وكالعاده ربنا يستر على اللي جاي.